النهاردة هنتكلم عن واحدة من أجمل نجمات الدراما المصرية. صوتها الرقيق وملامحها الهادية دخل قلوبنا من أول لحظة ظهرت فيها على الشاشة. فنانة قدمت شخصيات محفورة في وجداننا، زي دورها في رأفت الهجان شريفة، والشهد والدموع زينب، وفضلت طول مشوارها رمز الالتزام. تعالوا مع بعض نعيش حكاية النجمة الكبيرة عفاف شعيب، ويا ترى اتجوزت كم مرة، ويا ترى ليه لبست الحجاب. حاجات كتير هنعرفها في قصة الفنانة الكبيرة عفاف شعيب. اتولدت عفاف علي أحمد شعيب في القاهرة في 19 ديسمبر 1948. والدتها مغربية الأصل، واتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1972. وبعد التخرج ابتدى مشوارها الفني بأدوار صغيرة، لكنها قدرت تثبت نفسها ولفتت الأنظار بموهبتها، ومع كده بقى يجيلها أدوار كتيرة جدا. وفعلا جالها أدوار من أهم أدوار الشاشة المصرية، زي مثلا الشهد والدموع اللي عملت فيه دور زينب، ولا رأفت الهجان من أجمل أدوارها. وفعلا نجحت إنها تبقى نجمة الصف الأول في الدراما التلفزيونية. ونجمتنا الجميلة عفاف شعيب عاشت قصة حب معروفة وجميلة جدا من المنتج الفلسطيني رياض العريان، أبو طارق العريان المخرج المعروف طبعا. رياض العريان كان بيحب يخرج أجيال جديدة جدا من الفنانين الشباب، واكتشف ناس كتيرة جدا، كان من ضمنهم عفاف شعيب اللي ساندها وكان مؤمن جدا بموهبتها، وعلشان كده اتبادلوا الإعجاب وبعدها اتجوزوا على طول. لكن جوازهم ما استمرش فترة طويلة، وانفصلوا في هدوء، ومن بعدها هي ما اتجوزتش وعاشت على ذكراه لأنها فضلت تحبه حتى بعد ما ماتوا. ودايما عفاف شعيب ما تقولش عنه إلا إن هو حبها الوحيد، وإنها ما أنجبتش ولا اتجوزت من بعده. الفنانة عفاف شعيب اتصدمت بعد وفاة أخوها، واتغيرت حياتها 360 درجة. وبعدها أخدتها هالة فؤاد سمعتها وعظات دينية هي والفنانة ياسمين الخيام، وبعدها أخدتها للشيخ الشعراوي، ومن بعدها بدأت تلتزم بكل حاجة بالصلاة وبالصوم، وراحت كمان حجت. ومن بعدها بعدت عن الفن شوية لكنها رجعت تاني. وما رجعت راحت للشيخ الشعراوي اللي أقنعها وقال لها يا بنتي طالما هتعملي حاجة طيبة وماله، ارجعي للتمثيل واعملي حاجة كويسة. وفعلا أول ما رجعت عملت إمام الدعاء مع الفنان الراحل حسن يوسف. الفنانة الكبيرة عفاف شعيب أمتعتنا بمسلسلات رائعة، زي ما قلت لكم رأفت الهجان كان أهمهم، هو كمان والشهد والدموع من أنجح المسلسلين اللي عملتهم الفنانة الكبيرة عفاف شعيب. وعملت كمان مسلسلات ناجحة جدا زي مرت الأيام، دعاء القروان، قيس ولبنى، أفواه وأرانب، اليتيم والحب. بجد بجد أمتعتنا بفنها. ولما رجعت للفن عملت مسلسلات جميلة جدا زي آدم مع تامر حسني، الكيف، محارب رمضان في 2024. وكمان عملت أفلام سينمائية ناجحة جدا، ومن أهم الأفلام السينمائية اللي كانت ناجحة جدا البحث عن جريمة، امرأة في مهب الريح، خدعتني امرأة، مسافرة بلا طريق، القضية المشهورة، كيدهن عظيم، وصية زوجتي، الاختلاط ممنوع. كل دي أفلام عملتها وكانت ناجحة جدا، ولسه ما زالت بتمتعنا بكل أعمالها. ورغم ان الفنانة عفاف شعيب ما انجبتش، لكنها بحس انها فعلا ام مصرية وام لكلنا. ربنا يديها الصحة وتفضل دايما ممتعانا بفنها. بشكركم جدا على متابعتكم، واوعوا تنسوا لو وصلت لاخر الفيديو لايك واشتراك في القناة.